الناس على طول بتفضل تقلب لك نور وانت سايق عشان نورك ضارب في وشهم. تعالى وانا اقول لك الحل فين. اولا لو انت حاطط لمبات ليد وانت فوانيسك ما فيهاش عدسات تحدد النور، والنور بتاعك بيفضل ضارب ومبهوأ قدامك وضارب في مرايات العربيات اللي قدامك وفي وش العربيات الناحيه الثانيه، فما تكملش الفيديو ده مش ليك. اقول لك اعمل لي انفولو. رجاله الموتوسيكلات الصيني انا شايفكم بس مش هاجي ناحيتكم دلوقتي. لو كان نور عربيتك سواء العالي او الواطي مش متحدد على الطريق وعايز تظبطه، تعالى اقول لك تظبطه ازاي. فوانيس العربيه بيبقى فيها بكرتين بلاستيك بتلفهم عشان تتحكم في زاويه توجيه النور يمين او شمال وفوق او تحت. كل اللي محتاج تعمله انك تجيب العربيه وتوقفها في مكان ضلمه وعلى ارض مستويه ويكون قدامها حيطه على بعد متر او 2 متر. الكلام ده المفروض يتعمل بجهاز مخصوص، بس احنا هنعمله بالحب ونطلع نجرب لحد ما النور يتظبط معانا. هتفتح كبوت العربيه وتدور فوق الفوانيس بتاعتك، هتلاقي مكانين صغيرين فيهم بكرتين وفي الغالب بيكونوا بلاستيك، لازم تتعامل معاها بحرص. وهتشوفها بتشتغل بمفك ايه، سواء صليبه او ألانكيه، وتبدا تلفها واحده واحده وتعد عدد اللفات اللي انت هتلفها لها، وتلاحظ التغيير في النور على الحيطه اللي قدامك عشان تعرف البكره دي بتاعت فوق او تحت ولا بتاعت اليمين والشمال. وعلى حسب المشكله اللي عندك في النور تبدا تظبطها. لو كان ضارب فوق تنزله تحت شويه، لو كان ضارب تحت تعليه شويه. بس الاهم لما تطلع تجرب النور الواطي بتاع عربيتك يبقى اخره مع مرايه العربيه اللي قدامك. يعني ما ينفعش نورك باي شكل من الاشكال يكون معدي مرايات العربيات اللي ماشيه على الطريق عشان ما تضايقش الناس اللي سايقه وماشيه جنبك على الطريق، زي الرجاله اللي عملت لي انفولو من شويه. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.